المستشار كمال الإسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري. برحب بحضرتك سيادة المستشار. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. يعني الاحداث المؤسفه التي شاهدناها بالامس، في راي حضرتك طبعا يعني اريقت دماء كثيره، لكن في راي حضرتك مين المسؤول عن هذه الدماء؟ تمام. الاول بصبح عليكم وعلى كل المصريين وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير، ويا رب يجي بقى رمضان مش ده اللي بعده ان شاء الله، ويكون عندنا رئيس يستقر شويه وما ينتهيش بيه الحال زي ما بنشوفه في الفترات دي. الصوره الموجوده دلوقتي بتاع حاله العنف دي الحقيقه انا مش متفاجئ بيها خالص، يعني لانه لما نبص لقصه من اعتلى السلطه بعد 25 يناير في انتخابات اللي فاتت هو تنظيم الاخوان المسلمين، وهو بلا شك له جناح مسلح، والتنظيم على المستوى الاعلامي له اجنحه مسلحه، والمستفيدين من اعتلاء هذا التنظيم للسلطه سواء جماعات جهاديه او جماعات اسلاميه او من كان له تاريخ وباع في العنف هم ملتفين التفاف مصالح حول الفئه التي وصلت الى الحكم. ثوره 30/6 او الفرع، يعني خلينا نستعمل هذا التعبير اللي جاي في ذهني دلوقتي، الفرع الثاني من شجره الثوره وهو الفرع المثمر، الحقيقه خرج المصريون بدافعين، دافع في بؤره الشعور ودافع في الباك مايند اللي هو مختزن في الوعي الوطني، اللي هو مجموعه التراكمات التجارب الوطنيه عبر السنين المنقوله من الاجداد في الجينات في الجيل الحالي، اللي هو كان في بؤره الشعور ليس اعتراض على الاداء العاجز للحاكم فحسب، واللي له مردود سلبي في انه في حاله التردي اللي وصل بها المواطن في حالته المعيشيه والحياتيه، وانما على رفض فكره التنظيم، لان تنظيم الاخوان كان موجود، فاللي عايز يخش فيه عن قناعه دخله، اللي مقتنع بمنهجه بفكره دخله من قبل ما يجوا السلطه دخلوا، فهو حاليا باعضائه قصر عليه كفكره وكتنظيم وكمنهج وكاهداف. لما جه التنظيم ده للسلطه وهم قله في المجتمع، حب دي بقى الخطيئه الكبرى اللي ارتكبوها واللي عملت خلخله وهزه في المجتمع، ولذلك شفت هذه الملايين اللي نزل. حصل خلخله في انه عايز التنظيم يتغول على الدوله ويفرض على الدولة منهج التنظيم كرها عن الناس. يعني نفهم من إجابة حضرتك أنه يعني ردا على سؤالي، تعتبر جماعة الإخوان المسلمين هي المسؤولة عن أحداث أمس طبعا والدماء التي أسيلت طبعا، بس أنا عايز أكمل فيها عشان بس أوصل المفهوم للمشاهد يعني ويبقى على قناعة. المسألة لما حاولت تفرض نفسها على الدولة، فبقى كرها انه بيفرض على اللي ما انتماش اليه طوعا ايام ما كان خارج السلطه، عايز يفرض عليك ده. فكانت المقاومه الشديده ان انت بترفض الا انك تكون دوله في مسارها الطبيعي، دوله مدنيه قانونيه حديثه بعيدا عن الفكر والاحلام اللي هي بتمثل ارهاصات في فكر باقي المصريين، موضوع الامميه والى اخره، اللي هي دوله الخلافه اللي نواتها تبدا من مصر، اللي هي دوله متجاوزه استاذيه العالم متعدده الاقطار، اللي كان بقى في الوعي الوطني واللي كان في هامش الشعور بتاع الناس اللي خرجت، ان انت طالع تدافع عن الوطن. بتدافع عن الوطن في ايه؟ وانا بقول ان الثوره دي حامت الاخوان المسلمين كما حامت الوطن. لو هم ادركوا ازاي ثوره 30/6 من وجهه نظري حمايه للاخوان وحمايه للوطن لمن يتفكر ويتدبر. ازاي؟ لان الاخوان لو بقوا في السلطه في بقيه الانظمه اللي قامت فيها ثورات، لو تلاحظ اعتلاها الاخوان وبقوا هم السلطه. هي في الحقيقه مش قوه ذاتيه في الاخوان،
وانما ارض ممهده من الامريكان ليهم ان هم يعتادوا السلطه للتخفف المجتمع الاوروبي والامريكي بين قوسين من منظور الامريكان الارهاب، الجماعات الارهابيه الاسلاميه. فصدرها الاعيد تصديرها لدوله المنشا، ويبقوا هم السلطه عشان اضمن ان هم باقيين في بلدانهم، ومقابل هذا يحققوا لي الاجنده اللي انا عايزها ويقدمون لي اكبر ما استطيع الحصول عليه وما كان لاي حكام اخرين ان يقدموه. وبالتالي بعد ما يخلصوا الحكايه دي كان في اقل من 2-3 في منظوري كان هيحصل مذبحه قلعه كبيره في المنطقه، محمد علي فيها الامريكان والمماليك فيها الاخوان، الانظمه الاخوانيه اللي طلعت في الدوله، والمنطقه هي القلعه الكبيره في صدام جماعي كان هينتهي باباده هذه الجماعات، واحنا هنبقى ضحيه وهتنتهي بالتأثير. عشان كده حضرتك بتقول ان اللي حصل في 30 يوم هو انقاذ للجماعه مهما كان، لو يعلموا الغيب لاختاروا الواقع. لو يعلموا الغيب وحللوا المساله. مشكله الاخوان بس ده تصور جديد شويه للمساله. السياسه قراءه في كتاب المستقبل. مشكله الاخوان انهم في كتاب السياسه يجهلون القراءه. ده قولا واحدا. لذلك بقى ايه اللي حصل؟ المشروع الامريكي ارتبك، فالحزب الديمقراطي واوباما اصبح امام حاله فشل للمشروع في المنطقه. يعيد حساباته اللي هي اصلا خاطئه من الاول. ده الحزب الديمقراطي ما كانش اكتر من 20 سنه مش هيشوف الاداره الامريكيه. بس حضرتك بتحكم عليه بالفشل ليه يا سياده المستشار؟ يعني هو هل المقدمات امريكا وصلت للنتيجه دولة مؤسسات، واللي حاطط القصه دي من زمان هتلاقيها الحزب الجمهوري. لكن ادوار الاحزاب هناك هي التنفيذ، حرفيه التنفيذ. فالفشل بيكون في التنفيذ مش في الفكره. هم متفقين مع بعض الحزبين في الفكره، لكن الخلاف انت اخطات في التنفيذ وفي الرؤيه وفي التعامل مع المتغيرات. فخطأ الحزب الديمقراطي واوباما هنا بيصطادوا الحزب الجمهوري، وربما تكون هذه الثوره سبب في خلع اوباما من شعبه ونتيجه مساءله. في ناس بتقول الكلام ده ده بشكل كبير مرجح يعني. فاذا هو بيحاول ينقذ الموقف. ايه بقى انقاذ الموقف؟ انه بتبص في الساعه، ما هو احنا عايزين وقت طويل عشان نوصل. لا يلا معانا لسه وقت معانا يا سياده المستشار. انه يحاول يستخدم الورق بشكل تاني. انه يقول لهم انا معاكم وانا بحميكم. فكان في البدايه النغمه ماشيه في مسار انه يعيد مرسي، وتلاقي بقى هم ما بيجي لهم بقى اتصالات خلفيه هنرجعه، ولكن ده طبعا سبع مستحيلات. يبقى البديل ايه؟ عنف، وانت مش عايز تيجي جنبي وانا معتصم وانا عارف ان معاك سلاح، فده مش اعتصام سلمي، وانا ما باجيش جنبك، فتقوم تجي لي في عقر داري وعند منشآت العسكريه وتتحرش بيا وتعتدي وتلقي مولوتوف وتضرب جنودي عشان تستفزني ان انا اتدخل. هو بيعمل ده ليه؟ عايز يعمل تداعي للامور من وجهه نظر بقى امريكا والاداه بتاعتها، تفسح لها المجال ان انت تخش في مشهد سوريا. احنا بنقول لهم لا، مش هنخش في مشهد سوريا، وجيش مش هيقع في الفخ ده، ولو في حاله اقتتال اللي هيقتتل الناس. قناعتك دي ناتجه عن ايه؟ او ايمانك ان الحاله دي مش هتحصل؟ ايماني ان في وعي عند المؤسسه العسكريه، عند القوات المسلحه، وفي وعي عند كل المصريين، وان هذه الفصائل بما تقوم به من عمليات عنف وارهاب. الله، هو النهارده لما يجي لك واحد حوالين السلك وهو معترف قبل كده انه كان بيورد سلاح لسوريا، ويجي يقول لك والله سوف ترون تصعيدا لا يتخيله احد، وانه ده دي جمله ثانيه اخطر مش فاكرها دلوقتي. المهم انه في وسوف نستعيد مرسي، واحنا عارفين انه في الحرس الجمهوري خلي بالك او في وزاره الدفاع. يبقى اذا من الذي ذهب الى من؟ لما تجيب الجمله دي
لا ده مجموعه رايحه على وهم انه الراجل بتاعهم في الحرس الجمهوري ورايحين يحرروه. طب معلش يا سياده المستشار، عشان حضرتك قلت بقى كذا نقطه مهمه كل واحده فيهم عايزه لها هي لوحدها ربع ساعه، خلينا نرجع كده ورا شويه. حضرتك قلت المشهد السوري، الحقيقه انه الحديث عن المشهد السوري مش بس بيدور في الكواليس وفي الغرف المغلقه من الامريكان، لكن ده اتقال فعلا يعني من قبل قيادات جماعه الاخوان المسلمين علنا كده جهارا نهارا. فكره استدعاء المشهد السوري بصفه مستمره وعقد المقارنات مع بشار الاسد والتهديد بحرب اهليه في مصر على الطريقه السوريه، في رايك ده ياثر ازاي على المشهد الحالي؟ هل في جرس انذار المفروض يعني نوجهه للمواطنين للاعلام بطلوا تكرروا هذا السيناريو خطورته، او انه لا ملوش خطوره واحنا واعيين كفايه ان احنا ما نكررش هذا المشهد؟ شوفي سيادتك الموضوع ده مش جديد وانا متوقعه من زمان، ودليل على كده في جريده اخبار اليوم عملت معايا حوار تاريخ 25/2/2012 عدد السبت، حوار صفحه انا قلت فيه ان كل الحوادث اللي كانت بتحصل كان المجلس العسكري لسه فيها هي محاوله لاستدراج الجيش في دخول مع الناس في القتال، فناخد مشهد سوري وعددت الحوادث اللي هي في مفتعله ومصطنعه لجر الجيش الى هذا. مش ملاحظه ان كمان يسقط حكم العسكر دي بتتقال فين النهارده؟ يبقى زمان كانت بتروج على ألسنة الأنقياء من الثوار لإزاحة المجلس العسكري وهم يحلوا محله. في سيناريوهات كتير كان الواحد متيقظ ليها الحقيقة، وكثير كان متيقظ ليها في وقتها، لكن أما كنت بتتكلمي فيها ما كانش حد بيسمعها ومش منتبه ليها إلا لما بقت أدلتها على الأرض. إذا هي ورقة بتحاول يتلعب فيها بكذا لون منذ أن قامت ثورة 25 يناير، لأنه في الأساس إحداث صراع داخلي من أجل أن تختطف الثورات من مسارها أن تكون بداية انطلاق للدولة التي قامت فيها الثورة نحو رفاهية الشعب وتحقيق طموحاته، إلى أنها تستثمر لأهداف خارجية من المتربصين بهذه المنطقة. ده المشهد باختصار في الحالة دي. طيب سيادة المستشار، حضرتك قلت جملة مهمة جدا يعني في سياق كلامك، قلت ان عودة الرئيس السابق مرسي من سابع المستحيلات، قلت كده صحيح. طيب بتفكر ازاي وبتشوف قناعات الناس اللي موجودة الان في رابعة العدوية او عند موجودين في النهضة في الجيزة، يعني هم قاعدين على اي امل وقناعتهم ايه ودوافعهم ايه ورؤيتهم ايه؟ يعني هو استمرارهم وقناعاتهم دي مرجعها ايه؟ هقول لحضرتك، شوف جميع مصادمات جماعة الإخوان المسلمين عبر تاريخها كانت مع السلطة ليست من أجل النضال، وإنما من أجل مصادمات تيسر لهم المساومة مع السلطة. ياخد له شوية كراسي، ياخد له شوية مكاسب، ياخد له، لكن مش نضال من أجل قيمة اجتماعية أو تغييرية لصالح مجموع الشعب، إنما هو صدام لأهداف تنظيمية خاصة بالتنظيم. لكن كانوا في كل مرات الصدام مع السلطة سواء من أيام الملك وجاي إلى الآخر كانوا هم مصطفين في وسط الشعب، فكان الشعب بيحنوا عليهم ويحتضنهم، واللي حماهم قدامهم الاستمرار رغم هذه الصدامات هم دخولهم في بوتقة الشعب، لأنه في الآخر هم جواك. النهارده الوضع مختلف، هم كانوا السلطة وأنت الشعب، فالصدام منهم كسلطة ضدك كشعب، والشعب خروجه في الأساس ليس خروجا على أداء عاجز لحاكم، وإنما هو خروج لرفض فكرة الإخوان، لرفض فكرة ابتلاع التنظيم للدولة، لرفض فكرة أن تفرض عليك فكرك لديني وعقيدتي. هو مش بيفرق كمان فكره الدين وعقيدة، لأن أساس فكرة الإخوان هي فكرة سياسية مصدرة بيافطة في سوبر ماركت السياسة، إعلان أنه تحت تتدثر بالعباءة الدينية. العباءة الدينية من أجل الاحتشاد، لأن الدين ما أدراك ما الدين لدى المصريين، عندها فكرة دينية الناس بتحتشد، وبعدين بعد الاحتشاد أظهر نواياها الحقيقية اللي هي النوايا السياسية. فالمسألة النهاردة مختلفة. المسألة النهاردة هو فئة كانت في السلطة
ضد الشعب. مفيش فئه ولا سلطه تغلب شعب. اراده الشعوب دائما هي التي تنتصر. والمشهد الحالي ده انا مش يجب ان اتعامل مع الموضوع انه مظاهرات سلميه. المظاهره السلميه مجرد الاقتراب منها، مجرد الاعتداء على من فيها، لكن لما تكون سلميه، ومتى لا تكون سلميه، مجرد ان انا قاعد في تجمع ومعايا سلاح ما بقتش سلمي. مجرد ان انا اخرج واعتدي بسلاح او بالايد حتى ما بقتش سلمي. مجرد ان هذا الحشد المسبوق بالتحريض على كل المنصات، ومنهم تجار الاسلحه ومنهم الموردين لاسلحه من اجل احداث اقتتال في اقطار بعيده عنك، فما بالك بالداخل. ليبيا ما تنساش ان تفكيك الجيش الليبي كان عنده ترسانة أسلحة ضخمة وما عندوش أفراد. ما عندوش أفراد. التفكيك ده عشان تنشر الذعر في المنطقة، ده جزء من مقصود إن أنت الجيش ده الأسلحة بتاعته اللي يروح السودان واللي يروح الصومال واللي يروح مصر واللي يروح سوريا واللي يروح فلسطين للاقتتال بقى، مش فلسطين مع الاسرائيليين اللي يبقى فتح وحماس. نعم. طب سياده المستشار، حضرتك قلت ايضا انه يعني باستعراض كده الاحداث اللي حصلت من ايام تولي المجلس العسكري المسؤوليه او الحكم في مصر، وبعض الاحداث دي بتشير الى محاوله استدراج الجيش لمواجهه مع المواطنين باستمرار. اذا هل نفهم من ده انه ما حدث بالامس نجح فعلا في استدراج القوات المسلحه لاحتكاك مع المواطنين، حصل اللي احنا كنا خايفين منه وتم استدراجهم وحصل عنف كتير، وبالتالي يعني جانب اخر للسؤال اذا سمحت تجاوب يعني على الاثنين مع بعض، انه هل ده ممكن ياثر على الشعبيه الكبيره التي حظت بها القوات المسلحه بعد 3 يوليو؟ ده هيأثر عليها في الشارع المصري ونرجع نشوف تاني ناس بتتظاهر ضد العسكر؟ والشعب لن يرضى ان تمس هيبه قواته المسلحه ولا منشآته ولا جنوده. وبعدين في المجال الطبيعي العادي احنا قاعدين اهو، حضرتك ليكي حق في الحياه وانا ليا حق في الحياه، لكن حين اقوم بالاعتداء على حياتك انا امام الشرع والقانون هبط حقي في الحياه في مقابل حقك في انك تقتليني. بس ده ما قيل ايضا يا فندم لاحداث اسمه مبدا في الشرع والقانون اسمه رجحان الحق. انت لك حق وانا ليا حق، بس انا حق مرجح، الحق المعتدى عليه حين يعتدى عليه فمن واجبه، شوفي واجبه ده قاسم قلبه، واجبه ان هو يرد الاعتداء بمثل ما اعتدي عليه. طب هل ما كانش ممكن يعني رد الاعتداء بس بتقليل الخسائر؟ ما تبقاش يعني الضربه قويه كده؟ مين قال ان الخسائر دي كلها؟ انت عندك شوفي حته في جزء مهم قوي. الصاله المغطاه دي وقت ما كانت بتتعمل انا قلت ده كفر تحسبي ل 30/6 في انه جابوا اتباعهم من سوريا تحت هذا الكفر والاحتفاليه الكبيره ويخلوهم في مصر الوقت عوزه. يعني تقصد ان مش كل القتلى مصريين؟ ده وحماس دخل منها من بدري وباكستانيين، ناس من باكستان جت وقيل 7 طائرات ومنعوا، وصدرت قرارات رئاسيه وقتها الدكتور مرسي انه دول يخشوا وخدوا 18 فيلا في المعادي. ومخازن اسلحه في مرسى مطروح ما انزل الله لها من قبيل، كانت تحت بصر القوات المسلحه. طبعا في بتسرب حاجات مش اكيد مش كل اللي تحت البصر، يعني انا بطمن الناس انها كانت تحت بصر القوات المسلحه. النهارده بقى لما تبقى كل الجموع الارهابيه دي انت بتستقوي بناس من غير مصريين لقتل الجيش المصري وتقولي لي طبطب، لا، الجيش ما يطبطبش حين يحدث اعتداء عليه ولا على منشآته ولا على ضفر عسكري مصري، يقطع رقبه اللي هيقرب من ضفر عسكري مصري، لان انت ما انتش امان. حاله مظاهره سلميه من مصريين بيعبروا عن مطالب، ويجب الا تكون هناك فزاعه اجنبيه ولا امريكيه في ان انا في مقابل ان انا اتفادى هذا، انه العسكريه المصريه تكون على المحك هيبه وقيمه وقوه. لا، الامر ما كانش هيتم بمنتهى الحسم وبمنتهى الردع، هيتسع وهيتعدد وهياخد بقى الاشكال الاخرى. ده هو انهاؤه من دلوقتي اذا ما استفحل الوضع الى
اعتداء والى اقتتال منهم لابد ان يقابل بمنتهى الحسم والردع. ما فيهاش يا جماعه، ما فيهاش مواربه، ما فيهاش مواربه. طيب سياده المستشار، استكمال الفكره اللي اتكلمت اجيب لك سوري وباكستاني عشان يجي يقتلك وتقولي لي هتوارب معاه؟ لا ما حدش قال لي توارب، حتى لو معاه مصريين هو اللي جايب القتلى بس كبير يا سياده المستشار. وهل برضه يعني ما هو انا كنت هكمل الفكره برضه. الاستدراج دي، هل المؤسسه العسكريه بتعتقد حضرتك وانت تتحدث عن ان السياسه وقراءه المستقبل، كتاب المستقبل، واعيه للسيناريو ده يعني وفاهمه ان ده ممكن يحصل، وبالتالي عندها من الخطط خلي بالك هي عايزه تنهى جالها في الايربيز دلوقتي انها لا ده انا بأمن على كلامك. بتقول يعني يعني ان هي تقدر تتعامل مع موقف زي ده. هي مين اللي تعمل؟ المؤسسه العسكريه. اذا كنا بنقول احنا خايفين من فكره استدراج القوات المسلحه او المؤسسه العسكريه للسيناريو الجهنمي ده، هي قاريه الخطوط دي وحاميه نفسها وعندها. هقول لسيادتك على حاجه. القوات المسلحه لما استشعرت الاراده الشعبيه بادله دامغه، كل الجموع اللي طلعت دي ده كانت عباره عن ايه؟ اراده شعب اختار الطريق، اصطف على جانبي الطريق قواته المسلحه وشرطته. وهو ده دأب القوات المسلحه. ولذلك هؤلاء الاسود، وانا بسميهم، انا مش من هواة الاطراء ولا نفاق ولا غيره، ولا عايز من ده حاجه ولا من ده حاجه. هؤلاء الاسود السيسي ورفاقه، من احمس قاهر الهكسوس الى ابراهيم باشا الجيش المصري العظيم والعبقريه المصريه، الى احمد عرابي، الى عبد الناصر، الى كل العظماء، مع تجارب حضاره والتراث الانساني المصري اللي تحت جلد المصريين، كل دول اتضربوا في خلاط وطلعوا لي واحد اسمه الفريق اول السيسي ورفاقه من قاده وجنود القوات المسلحه. واللي عملوه هو واجب، واي ناشين او رتب ولا مشير ولا قلادات ولا لا ولا في الدماغ هذا بالنسبه لهم، لانه عظمه المصريين في ان هم قدروا ما قاموا به. وما كانش يملك لا الفريق عبد الفتاح السيسي ولا غيره الا ان يستجيب لصوت الشعب. وبعدين خلي بالك طلعوا قالوا ايه؟ نموت احسن ولا يروع مصري. لا معنى للحياه في ان نحيا والمصريين يروعوا. وان الامن الاستراتيجي المصري في خطر. ما بيقصدش اللحظه دي. اللحظه دي ولا تمثل حاجه في انك لو اتاخرت مستقبل. يعني لو قامت الثوره دي وانت تقاعست كقوات مسلحه وامامك تهديد خطير جدا، لو المجال يتسع هقوله لك واقول لك جاي منين ومنين ومنين وهدفه ايه، وكان زماننا في اقل من سنه هنوصل لفين. واخد بال حضرتك؟ على فكره المقال الحوار اللي اتعامل معاه في اخبار اليوم 25/2 انا قلت فيه تحليل سياسي. بعد كده الله يرحمه اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامه اصر بمعلومات الى اللواء محمد فريد زكريا، نشرها اللواء محمد فريد زكريا في الاخبار في شهر 11 على لسان عمر سليمان. لو تقرا تجيب المطابقه بالاثنين اللي انا قلته تحليل قبلها ب9 اشهر، تطابق مع المعلومات اللي اصر بها اللواء عمر سليمان، بل جاءت الصياغه كما ولو كانت صياغه واحده بترتيب واحد وباجراء واحد. واللي عايز يرجع على النت موجود الكلام ده، المقارنه بالاثنين. فاذا حين لان هي المعلومه عباره عن ايه؟ عباره عن تحليل من معطيات ثم تقوم بالربط بينهم فتستخلص امرا تحققه وتوثقه يديك معلومه. فانت لما تحلل كويس هتوصل لمعلومه. اللي انا عايز اقوله بقى ان القوات المسلحه لما خدت الخطوه بجانب الشعب يعني تعتقد انها مش مدركه التطورات ومعروف اكيد سيناريوهات ايه اللي هيحصل واكتر من ده عامله حسابه. لكن هي اللي حاصل ايه؟ هي احيانا يكون من المستحسن انها بتدي فرصه تظهر مدى بشاعه هؤلاء الذين يستخدمون الارهاب والترويع ضد المصريين. ولك في مشهد الالقاء البشع اللي كلنا اتزلزل قلبنا لما شفناه لطفل
من فوق المبنى الخرساني في الاسماعيليه في الاسكندريه. سياده المستشار، وبعدين هناك قتل من الجنب احيانا. صحيح. عشان تشعل الفتيل موت واحد، ما يقول لك وشهيدا عند الله احتسبناه شهيدا. نعم. طب معلش سياده المستشار، يعني يوسع الموضوع. احنا وقت الفقره انتهى مع الاسف، رغم ان في كلام كتير كنا عايزين نتكلم على الاعلان الدستوري، وكنا عايزين نتكلم على ردود الفعل ايضا في الخارج، لانها الحقيقه يعني كاشفه جدا يعني على احداث الامس الدستوري دي. ده مهم جدا ان احنا نتكلم فيه. لو عندكم دقيقتين، ما عندكمش خلاص. طب نسال كده ناصر، ممكن دقيقتين يا استاذ ناصر نتكلم فيهم عن الاعلان الدستوري؟ مش سامعه. ممكن دقيقتين؟ يلا اتفضل. الاعلان الدستوري ده انا طلعته بسرعه في الساعه 3 الصبح. هو 33 ماده. الماده الاولى هي ميكس جريل بين 3 و4 و217 من الدستور. طب خلينا نخش في المهم. ما انا بديكم ملاحظات، خارطه الطريق، بديكم ملاحظات. والباقي نصوص من دستور 71 ثم نصوص من 2012 تاني في اختصاصات رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، ثم الخطوات اللي هي تقتضيها الحاله. الحقيقه الخطوات اللي تقتضيها الحاله انا ليا عليها ملاحظه، وافتكر ماده 28 لو معاك الاعلان. لا مش معايا. لا معانا، بس معناها ايه؟ ماده 28 يعني اللي هي الخاصه بتشكيل قرار اللي هتبقى منوط بيها تعديل التعديلات الدستوريه. ايوه. لجنه خبراء المفروض تتكون من 10 لحد ما اجيبها. هيجيب لك 10. هو كاتب 10 في البدايه. حضرتك عايز ماده 28. تشكل بقرار من رئيس الجمهوريه خلال مده لا تجاوز 15 يوم من تاريخ صدور هذا الاعلان لجنه خبراء تضم 2 من اعضاء المحكمه الدستوريه العليا وهيئه المفوضين بها، 2 من قضاة القضاء العادي، 2 مجلس الدوله، 4 اساتذه قانون دستوري بالجامعات، ويعني المجلس الاعلى هو اللي يختار. دور 10 بقى 12. دور ال10. طب انا ممكن افسرهم لك 12. ازاي؟ هم يتفسروا 10 بس انا ممكن افسرهم لك 12. ازاي؟ المحكمه الدستوريه لما تقول محكمه دستوريه اوتوماتيك جوه تشكيلها المفوضين، ما انتش محتاجه تذكر المفوضين. خلاص؟ هي دي ملاحظه شكليه ولا لا تفرق مع حضرتك كتير؟ تفرق. تفرق. في ايه؟ تفرق. فيها مجامله. لمين؟ فيها مجامله بتوع الدستوريه. الله لمين ايه؟ بصراحه وبوضوح. طيب احنا الماده الثانيه ايه؟ معلش ما هم بيصرخوا لك بقى عشان انا بدات اتكلم كلام مظبوط بقى. ما احنا مش لا يا فندم لا وانت كل ده كنت بتتكلم كلام مظبوط ولا ايه؟ لا عايزين نصحح المسارات. ما احنا مش عايزين. شوفي انا ليا ملاحظه، نفس الوجوه اللي اربكت المجلس العسكري واللي اشارت عليه ودخلتنا في متاهات فيها مجامله لمين؟ اجرائيه من اول ودخلتنا في متاهات اجرائيه. هي نفس الوجوه اللي بتشارك دلوقتي. هي نفس الوجوه اللي بتشارك دلوقتي. اذا دي ملاحظه اولى، شبهه مجامله في هيئه المفوضين. لا انا هقول لك يعني ما تذكري مجلس الدوله. لو هم 10 ما فيش شبهه مجامله. لكن كده لو هم 12 2 لقضاة المحكمه و2 للمفوضين. لا يا فندم، لان في فصله 10 يا فندم. في فصله بعد هيئه المفوضين حاططها لوحدها. انت ليه حضرتك بتقول 12؟ عشان هو حاسب 2 مفوضين لوحدهم. اقرا بس بالراحه. ما انا ما بكذبش. انا بقول لك هتبقى فيها شبهه مجامله لو هم 2 من اعضاء المحكمه الدستوريه العليا وهيئه المفوضين بها. 2 هم من دول. يعني هتاخد 2 بس دي واحده. 2 دي واحده. 2 من القضاء و2 من المفوضين. لا 2 من. طيب جيت عند مجلس الدوله قلت ايه؟ 2 من قضاة مجلس الدوله. اما هي فيها مفوضين. مفوضين مجلس الدوله يعني. ما ترد على في فصله. مش معنى اردت في فصله بعد هيئه المفوضين يعني ان هم مع بعض. بالشكل ده هم 10 بالنسبه لي. حضرتك شايفهم لو 10 ما فيش مشكله. ما هم 10 كده. 10 ما كانش فيه داعي لذكر المفوضين. يمكن الصياغه بقى. طيب ما انا بكلم في 10. انا بكلم ما الصياغه تديك معنى وتديك معنى. لا هم العدد 10. لو 10 انت تمام. اوضح بس الفكره عشان اللي سمعوني. انت يمكن فهمتها مني غير ما سمعت. طيب اتفضل. انا هنا ذكرت قضاة مجلس الدوله ومفوضين مجلس الدوله. 2 ممكن تعي تدي في الذهن انه 2 من القضاة و2 من المفوضين. اذا ما كنتش انت تقصد انهم يبقوا 4 وبتمررها بخبز ما كانش فيه داعي لذكر كلمه مفوضين مجلس الدوله كما لم تذكر مفوضين الدستوريه كما لم تذكر مفوضي مجلس الدوله. طب لانك لما جيت عند مجلس الدوله قلت 2 من مجلس الدوله باعتبار ان مفوضين مجلس الدوله جزء من مجلس الدوله. طيب هم هيختاروا جوه بقى. طيب ناخد يبقى انت هنا لو مش بتعني انك عايز تمرر 4 بخبز من الدستوريه يبقى ما تقولش 2. انا ظني والله اعلم ان مفيش تمرير. أرجو أن تكون عيب في الصياغه. طيب خلاص. طب الملاحظه اللي بعدها يا سياده المستشار. انت بتجيب دول ليه وناسي النيابه الاداريه وهيئه قضاء الدوله.
كان في كلام في على جهات إنما- قضائيه وخدوا مكتسبات. انت جاي الناس النهارده اللي خدت مكتسبات بتقهقرها تاني وتيجي في الذكر، لانك منقول هنا بند بغشم من دستور 71 اي صحيح. اللي هو مجلس الدوله والقضاء والبتاع وخلاص. طب صحيح. ما انت عندك مكتسبات في 2012 ان دي نص عليهم هيئات قضائيه. هيئات قضائية، صحيح. هتبدا صحيح. تتقهقر تاني ولا تبدا من حيث ما انتهوا من مكتسباتهم؟ طيب، ادي ماشي. واحده. اتنين بقى، انت بتشكل لجنه من 50 أيوة. عشان تشوف التعديلات. طب ال10 دول لازمتهم ايه؟ اوصياء على ال50؟ لا ال10 دول قانونيين بحته، خبراء قانونيين صرف. ال50 بقى ممثله ل يعني كانت بديل عن الجمعيه أنا التاسيسيه مختلف مع زمان. هذا. 2050 دي في الماده رقم كام؟ لا مش معايا هنا رقم الماده، بس معايا النص. 29 ان لجنه الخبراء بتعرض عملها على 29 صحيح. تضم 50 عضو، دي بديل عن الجمعيه و30 هتلاقي التاسيسيه. الاجراءات بجدول الزمن 15 يوم والبتاع والكلام ده. ايوه يعني دي اقصد ان لجنه ال10 لجنه متخصصه جدا، لجنه قانونيه صرف. بس هو بقى هتعرض 50 على ال 50 دينا بيقول لك هم يمثلون كافه فئات المجتمع وطوائفه دول وتنوعات هيعملوا سكانيه. إيه؟ هيراجعوا. افرض ان انت جبت لي 30 ماده عايزين يتعدلوا، انا شايف انه يبقى 40، يبقى انا محكوم بال30. راي مين اللي يمشي يعني لو حصل لا. تعارض؟ طب راي مين هيمشي في ما انت كده؟ جايب لي ايه؟ خد دول اتكلم فيهم. طب انا شايف ان في 20 تانيين غيرهم. يبقى انت عاملها لي على مرتين ليه؟ طب نعمل خد ايه؟ بقى اللي بعديها. طب نعمل ايه يعني؟ كان الحل انا الامثل ايه؟ هقول خد اللي بعديها. لا بس هو أصل كلامه واضح اهو، ويتعين ان تنتهي اللجنه من اعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستوريه خلال 60 المشروع يوم على هادي اكثر. اللي جايبه لهم بالظبط. القانونيين. يبقى اذا الكلام على هادي اللي جايبه لهم ايوه ما انا القانونيين. فاهم، يعني اذا الكلمه النهائيه الفصل للجنه دي. في اللي جايبه لهم القانونيين. ايوه ما انا فاهم حضرتك. لا هم هو شايفين يقصد إن لو في حاجات شايفين ماده بره. ثانيه. لو شايفين حاجه عايزه تانية. تتعدل ما جابها لهمش القانونيين. أيوة، يبقى هم دول ايه مثلا طراطير؟ طب ما حضرتك تتواصل والله. مع الرئاسه في الموضوع طيب. ده. رئاسة مين بس؟ يعني هتواصل ما انا يعني طيب. انا بقول احنا أهو. بنتواصل. ما أنا احنا بتواصل اسفين لازم معلش. ننهي. احنا بنستمع والناس يعني بتشوف. رئاسة لازم ننهي، الرئاسة معلش. برضه مهما تجيب متخصص وقيمة وقامة زي المستشار عادل منصور، هو موقع رئيس الجمهورية دلوقتي هو مش هيحط ايده في قانون. لا طبعا. انا مش فاضي للكلام ده. طيب هتختم ايه بقى في الموضوع ده؟ في بقى نقطة بالجدول الإجرائي. زمني. انت بادئ لي ليه؟ اولا انا كنت اتعشم ان ما يبقاش في تعديل، لان انت لما بتسقط الدستور وتقول لي عدله يبقى منين اسقطه؟ هو ما منين اسقطوش، هو بتعدله؟ عطله مؤقتا. لا الثوره تسقطه، هذا الدستور بالذات غير 71. يعني بين بس قوات نص البيان ما 25 كانش كده يا سياده المستشار. 25 تعطيل الدستور 25 يناير اسقطت الدستور. اسقطت نظام صحيح. ولم تسقط دستور من وجهه نظري، لان الدستور اسبق من النظام، واحيانا الثورات تقوم على الحاكم لازاحه الحاكم ربما السبب لانه اخترق الدستور. اما ثوره 30/6 هي ثوره على النظام وعلى الدستور المرفوض منذ ميلاده. طب يعني إذا فهي اسقطته. إذا حضرتك مش عايز تعديل. الاخير بقى انا كنت بود انت هترهق المصريين في انتخابات كل شويه ليه؟ ما عملتش انتخابات الرئاسه والبرلمان في يوم واحد ليه؟ والاعاده بتاع الاثنين في يوم واحد ليه؟ الرئاسه والآخر والبرلمان يا بيطلع- سياده المستشار في يوم ها؟ واحد؟ آه. عايز الرئاسه والبرلمان في يوم واحد؟ ينفع إيه السنه عادي؟ دي هي السنه دي في ورقه واحده يعني مثلا ولا لا دي ورقه ودي ورقتين. بس في نفس اليوم بنفس الصناديق ونفس القضاه وما ونفس نعيدش بقى القضاء ونفس تأمين التكلفه. وتغطيه انت ليه اعلاميه. عامل ليه وجع القلب ده؟ والناس هتزهقها ليه؟ بس دي كل حاجه يعني دي حاجه قابله للتحقيق للتنفيذ، مش يعني ما فيهاش حاجه غلط. يعدل بس لازم يتعدل يا جماعه لا، أنا عدلوا. أقصد الفكرة، فكرة لله. طيب، انتخابات وضحت الرئاسة الفكرة. غير بقى حاجه، لو جالك برلمان اسبق من الرئيس قد يلعب في اختيار الرئيس. لكن بيجوا الاثنين في وقت واحد يبقى يلعب انت في اختيار خليت- الرئيس. معايير اختيار تأثيرات. الرئيس. لا في تاثيرات. لما انت بتجيب برلمان كتل الأول. بقى. كتل. صح. لكن انت دلوقتي لسه وانت متفرق بتدي الحريه مباشره للكل. للشعب. صحيح بس ده تاثير يعني غير مباشر. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده المستشار كمال الاسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري. شكرا جزيلا. العفو. كلمه اخيره والنبي والنبي يا سياده رئيس الجمهوريه بلاش الوجوه اللي اربكت المشهد اللي فات، هم معروفين 3 ولا 4 هم طيب هنعرفه منك بعد الهوا. بيربكونا وبيضايقونا وبيخنقونا وبيدخلونا في مشاكل، وانا زمان قلت هتلف شكرا سيادة المستشار. تلف وتقع وهنبدا من الدستور اولا. عايزين دلوقتي برضه اهو بنقول انما بص دماغ الناس دي تبعد بعيد عنا اللي بتربكنا بتاع كل مره. هم 3 شكرا سيادة المستشار. عارفين نفسهم.